اكتر حاجه فارقه معايا في ماتش امبارح هو ال الشخصيه، ان انت عندك هويه، انت نازل. انا منتخب مصر، انا منتخب كبير، انا بطل افريقيا، انا بلاعب المرشح الاول للصعود من المجموعه دي اللي هو منتخب بلجيكا، اللي هو لسه من نسختين كان ثالث العالم في 2018، التاسع عالميا، عنده جيل وعنده كوكبه من النجوم الرهاب. ويكفي ان انا اقول لك ان رودي جارسيا اللي هو المدير الفني لبلجيكا لعب مع المنتخب ده من ساعه لما مسك منتخب بلجيكا، لعب 14 لقاء قبل لقاء مصر، كسب 9، تعادل في 4، خسر 1 بس. يعني اخر ماتش بلجيكا خسرته كان من سنه تحديدا، سنه ويمكن 3 شهور، كان في شهر مارس 2025. فانت متخيل قد ايه قوه منتخب بلجيكا؟ انت بقى نازل مش بقى على رأي استاذنا حسن المستكاوي والله زمان يا سلاحي، وانا ماسك بقى في ال 18 ورادد ورا وما فيش بقى، لا انت بتلعب كوره ونازل ضاغط على بلجيكا ومستحوذ وبتهدف، انت اللي بديت التهديف، وانت الاحسن وانت الافضل وانت الاجمد وانت اللي مسيطر. فلا، قدمنا فعلا اداء. دي اكتر حاجه فرقت معايا، ان انت نازل بشخصيه بهويه، انت باين قوي ان لا في منتخب تقيل نازل لاعب منتخب بلجيكا، احنا بنلعب ند الند معاهم. فدي حاجه يحيي عليها كابتن حسام حسن، يحيي عليها كابتن حسام حسن. ليه بقى؟ لانه على مدار فترات طويله، وحتى في مشاركات مصر قبل كده في بطولات مجمعه سواء مع كيروش او كوبر، كان دايما اللي بيتقال لنا ايه؟ اصل دي القماشه اللي عندنا، اصل احنا ما نعرفش نلعب احسن من كده، اصل احنا ما ينفعش نهاجم، اصل احنا ما ينفعش نلعب كره فيها استحواذ، اصل احنا ما ينفعش مش عارف هو قدر يعمل مزيج ما بين فكره ان انت بتلعب على التحولات وبتلعب على المرتدات، وفي نفس الوقت شكلك حلو في الملعب. يعني انت مش شكلك اللي هو منتخب ضعيف، منتخب قليل الحيله، منتخب ما عندوش حلول، منتخب بيعتمد على لعيب واحد اللي هو مثلا محمد صلاح. لا، انت امبارح انت في منتخب، في فرقه بتلعب. فدي حاجه يحيي عليها كابتن حسام حسن، فكره الشخصيه والهويه، الايدنتيتي بتاعتك كمنتخب. الحاجه التانيه اللي عايز احيي عليها حسام حسن هي تصريحاته امبارح. اللي يشوف تصريحات حسام حسن بعد اللقاء، تصريحات الواثق، تصريحات متزنه موضوعيه فيها ثقه، فيها الراجل ده يا جماعه شغال، يعني كلامه بين السطور الراجل ده شغال كويس قوي، وحضر كويس قوي منتخب بلجيكا، ومذاكر منتخب بلجيكا، ومذاكر لعيبته، ومذاكر منتخبه، ومذاكر فرقته، وعارف هو عامل ايه وعيوبه فين ومميزاته فين، وليه طلع صلاح هنا وليه نزل حمزه عبد الكريم، وهنيجي طبعا للكلام ده كله، وليه اختار ده، وليه عمل زيكو، هو في انا بشوف انه كاس الامم الافريقيه او حسام حسن مدير فني منتخب مصر قبل كاس افريقيا اللي فاتت شيء، وبعد كاس افريقيا اللي فاتت شيء تاني. قبل كاس افريقيا كان في داوتس، كان في شكوك، هو عندنا هو يعني شكوك من الجمهور، من المنظومه، من كل الناس على حسام حسن، وحتى شكوك اكيد عنده هو هينجح مش هينجح. كاس كانت خط فاصل، كانت نقطه فاصله، ما بعدها مختلف تماما عن ما قبلها، لانه ما بعدها خلى حسام حسن نفسه وخلى اللعيبه وخلى الناس كلها تصدق لا الراجل ده هيعمل حاجه لمنتخب مصر، وزي ما كان اسطوره وهو لاعب يقدر يكون اسطوره وهو مدرب. لما تيجي بقى تشوف تصريحات حسام حسن امبارح في المؤتمر الصحفي، تصريحات فيها ثقه وفيها موضوعيه وفيها توازن خطير جميل. يعني اتبسطت جدا واتكيفت كده من كلام كابتن حسام في المؤتمر الصحفي امبارح بعد اللقاء. وبصراحه الراجل ده لازم ياخد حقه، لانه فعلا قدم اداء. كل الناس احنا موجودين امبارح كان في يعني عدد مهول من الناس في الفان زون، والملايين اللي بتتفرج في كل حته في العالم، يعني مش بس في مصر. لا انت خارج مبسوط جدا باداء منتخب مصر، وفي نفس الوقت زعلان انه لا احنا تعادلنا. يعني احنا ازاي نتعادل؟ احنا ما كناش نتعادل، احنا كنا نستحق نكسب. فتحيه كبيره بصراحه لكابتن حسام، وتحيه كبيره للجهاز الفني لمنتخب مصر على الاداء العبقري اللي عملوه امبارح.